اهلا بيكم مره تانية، وهنكمل مع الاستاذ صابر مشهور وعلاقه السفاره الامريكيه بتعيين الحكومات. استاذ صابر لو سمحت، الورق بيعمل صوت وانا بكلم المشاهدين. علاقه السفاره الامريكيه بتعيين الحكومات. انت مش مذاكر ولا ايه؟ لا انا بحضر ورقه بس عشان نكسب وقت يعني. طيب ماشي. طيب انت بتقول لي السفاره الامريكيه والبهائيين والسفاره الامريكيه والعدلي. في علاقه كانت بين السفاره ايوه الامريكيه حضرتك، ما حكم احنا اتفضل. لما كنا بنتابع شؤون القضاء الشامخ تمام توهمنا تمام وعشنا في الوهم والعالم الخيالي ان القضاء الشامخ هو الذي اصدر حكما بوضع الشرطه في خانه الديانه بالنسبه للبهائيين. اتضح ان هذا بس اشرح الناس ان البهائيين بيتحط قدامه شرطه، يعني مسلم في البطاقه او مسيحي من قبل الثوره بحاجات بسيطه. طيب لما جم البهائيين بقى حبوا يحطوا يلغوا مسلم او مسيحي دي، فحطوا قدامهم الديانه شرطه في البطاقه القديمه. انت بتقول في البطاقه الجديده ده من قبل الثوره 25 بكام شهور. اتفضل. فانا كشعب مصر كله اعتقدنا وتوهمنا ان القضاء الشامخ تفتق ذهنه عن هذا الحكم. تبين ان هذا الحكم صدر من السفيره الامريكيه، وان القاضي اللي اصدره نفسه ما يعرفش مين اللي اصدره. مين اللي قال الكلام ده وثائق ويكيليكس. يعني السفاره الامريكيه هي اللي مطلعه الحكم. مطلعه الحكم. ايوه حضرتك. ادي المصري اليوم صحيفه العسكر. ايوه مش حاجه يعني بتدار من المخابرات العسكريه. عندك الصفحه دي يا استاذ؟ نشره لويكيليكس ان حبيب العدل، السفيره الامريكيه اجتمعت مع حبيب العدل، كانت سكوبي ان باترسون، وقالت له لا سكوبي مش ان باترسون. ممكن نراجع التاريخ بس هي مكتوبه العنوان ويكيليكس. سكوبي طلبت من العدل الافراج عن قصه قام بتزويج مرتد عن الاسلام، والوزير سننظر في السفيره الامريكيه ادت لسه تعليمات او قائمه بالتعليمات لحبيب العدل. واحد، البهائيين تطلع لهم حكم بخانه الديانه شرطه، يعني ممكن القاضي اللي اصدر الحكم جاله تليفون من امن الدوله يطلع الحكم بخانه الديانه شرطه، فيمكن القاضي يفكر ان الامن الدولي هي اللي طلعت الحكم. تمام. وامن الدوله مفكره ان الوزير حبيب العدلي هو اللي طلع الحكم. كويس. لكن طبعا اللي طلع الحكم مين؟ السفيره الامريكيه. ايوه. ثاني حاجه قالت له يلا في عندك يا عدلي، في عندك السيس، انا حضرت القضيه بتاعته دي، حكم عليه بسجن 5 سنوات لانه زور في بطاقه مواطنه مسلمه وكان هربها، اسمها ريهام عبد العزيز على ما اذكر، من امبابه تقريبا. يعني كانت مسلمه وبقت مسيحيه. هنا بقى في الوثيقه حضرتك في ضمن هذا الاجتماع برضو لو شفنا الورقه اللي بعدها اللي هي بتاعت الاهرام، اللي بتاع مصر اليوم برضو. مصر اليوم. شوف بقى السفاره الامريكيه حبيب عدلي ايه؟ تطلع القس تفرج عن القس. يعني السفاره الامريكيه ما يروحش النائب العام، هي فاضيه تروح للنائب العام وبتاع. هي بتقول لحبيب العدل، حبيب العدل يوزع التعليمات. اقرا الورقه بتقول ايه؟ الورقه قدام حضراتكم. يخرج القس بكفاله، يعني السفاره الامريكيه حتى بتحدد ان طريقه الافراج عن القس سوف تكون بكفاله. بتقول هنا الواقع الجزء ده اللي كان موجود على موقع المصري اليوم. شكرت السفيره الامريكيه ووزاره الداخليه على اصدار شهادات ميلاد البهائيين مع وجود شرطه في خانه الديانه، وطالبت باصدار بطاقه شخصيه للبهائيين مع وجود شرطه ايضا في خانه الديانه بها. فين الجزء بتاع وده تم تنفيذه. فين الجزء الثاني اللي هو بتاع انت بتقول ايه؟ بتاع السيس. بتاع القسيس فين هو؟ حضرتك موضوع القسيس اهو قس قبطي. فين بعد اذن حضرتك؟ برضو عندك الورقه دي يا استاذ خالد، ممكن تطلعها لنا بعد اذنك؟ تلاقي اسمها السفيره والبهائيين. اسمها السفيره الامريكيه والبهائيين. بتقول الفقره اللي هتشوفوها قدام حضراتكم في 20 مايو قدام حضراتكم دلوقتي، هي دي يا استاذ؟ هي اللي قدامنا دي تقريبا هي في 20. بتقول في 20 مايو اجتمعت السفيره سكوبي ومع وزير الداخليه حبيب العدلي، واثارت السفيره ملف وثائق هويه البهائيين، وحثت على الافراج عن قس قبطي حكم عليه بالسجن بعد زفاف شخص اعتنق المسيحيه، ثم تبين انه يحمل وثائق اثبات مزوره. طيب السفاره بتدي تعليمات لحبيب العدل، وحبيب العدل يوزع على شويه القضاه اللي هم كل واحد قاعد لك منفوخ وعامل لك فيها قاضي وبتاع. تمام. طيب مسعد ابو الفجر بتاع سينا، بتاع سينا ده حضرتك، ده كان معتقل ايام حبيب العدلي. فهنا السفيره الامريكيه قالت له ادي عدلي تطلع مسعد ابو الفجر، يلا طلع مسعد ابو الفجر فعلا. يلا قالت له يلا، يعني قالت له يعني احنا هتقول له ايه؟ طلع حبيبي، طلع كذا. طيب تعالى نشوف نفس الوثيقه خالد بعد اذنك اللي عرضتها من شويه. وبعد كده العسكر عينوا، بعد الانقلاب العسكري عينوا مسعد ابو الفجر بتاع السفيره الامريكيه في اللجنه ال50 لكتاب الدستور العسكر. ده بيوريك من الذي كان يحرك الجمعيه التاسيسيه. طيب نقرا الوثيقه اللي قدام حضراتكم اللي خاصه بمسعد ابو الفجر برضو على بوابه المصري اليوم او على موقع المصري اليوم. وقال العدلي
أن المدون مسعد أبو فجر شجع على الأنشطة الإجرامية من خلال دعم الفلسطينيين الذين يدخلون إلى مصر، منتقدا عمل المنظمات الأمريكية غير الحكومية دون تسجيل بزعم أنها تدعم المعارضة السياسية، بينما تعهد العدلي بالنظر للقضايا الأخرى. فين هنا آية الوفاق عنه؟ تعهد بالنظر إلى القضايا الأخرى في المثارة. ما هو كان فيه كريم الشاعر واد المدون اللي هو ملحد، كان في السجن، وكان في موسى أبو الفجر، في واحد تاني بس مش فاكر مين، وتم الإفراج عنهم كلهم. أنا عاصرت ذلك، يعني عاصرت عملية الإفراج. يعني السفيرة الأمريكية سكوبي وقتها هي كانت اسمها مارجريت حاجة كده، مارجريت سكوبي تقريبا. السفيرة الأمريكية وقتها يا جماعة كانت بتدي تعليمات طبقا لموقع اللي شفتوه ده ويكيليكس. المصري اليوم ناشر ترجمة ويكيليكس. المصري اليوم ناشر عن موقع ويكيليكس، ناشر ان السفيره الامريكيه كانت بتدي الحبيب العدلي تعليمات يعمل ايه والقضاء ينفذ. والقضاء اصلا ما عرفش مين اللي ادى الحكم، ومفكر ان امن الدوله ادته الحكم، لكن هو امن الدوله طراطير وحبيب العدل طراطير وبصاحبه السياده على مصر السفاره الامريكيه. تمام. بمناسبه الدستور برضه نسينا في فيديو وانت بتقولي ان مسعد الفجر اتعين بعد كده في لجنه ال 50 الدستور الاخير، الدستور العسكر، لان احنا كشعب ما حطيناش دستور اسمه دستور العسكر. العسكر حط دستور. طب ما هو مدون يا صابر، يعني ايه المشكله؟ ما هو انا بقول لحضرتك، انا عاوز اقول لك بقى، يعني انت لما تمشي ورا ال 50 شخصيه، وهذا موضوع اخر، تكتشف الناس دي جايه منين. شوف بقى، امشي بقى. تمام. الورقه اللي بعدها. طيب في عندك في فيديو اسمه دستور الكنيسه. دستور يا ساتر. حضرتك ايوه، هو الدستور الاخير ده الكنيسه والعسكر والامريكان اللي حطوه يعني. بس واحده واحده يا صابر عشان الناس. الدستور الاخير ده اللي كان فيه سيد حجاب. سيد حجاب اللي كتب فيها ان مش ده، هذا دستور كتبه اجانب، يعني ده موضوع ممكن نخش فيه. ايه اللي كتبه اجانب؟ مش هم عملوا اعلان في صور اجانب، اعلان على هذا الدستور؟ صور اجانب يعني مش فاهم. كان فيه لوحه ترويج للدستور بان الدستور ده ممتاز، وحطوا صور اشخاص اجانب، امراه اجنبيه وصوره. مين اللي عمل كده؟ الهيئه العامه للاستعلامات حطت صور ناس خواجات اجانب. وطبعا ده كان موضوع، لكن هو ايه بقى؟ ايه علاقه الكنيسه بالدستور ده؟ الكنيسه حضرتك هي التي قررت ان تكون جلسات الجمعيه لجنه ال50 بتاع العسكر تكون سريه. طبعا عمرو موسى طلع في الاعلام يقول ان هو اللي قرر واللجنه قررت، لكن اللجنه شويه طراطير ولا زي اصدر القرار هو البابا توادرس، وده موجود في فيديو اسمه دستور الكنيسه. ده الفيديو ده ايوه هو هيتعرض دلوقتي. وطبعا الكنيسه حذفت كل المواد اللي هي عاوزاها، وحطت المواد اللي عاوزاها بما فيها اباحه نشر مقاطع الزنا علنا في الافلام. طيب زنا؟ ايوه، في ماده في دستور العسكر يقول لك لا يجوز فرض رقابه على اي فيلم سينمائي، يعني تطلع اي مشاهد. طب والكنيسه مالها القصه دي؟ انا بقول لك هذا الكنيسه عملت السريه. بس الكنيسه مالهاش دعوه بالماده دي، يعني دي ماده ممكن ليها او مالهاش بقى موضوعات. لا طيب. لكن موضوع الكنيسه والجنس ده موضوع اخر يعني. ممكن نبقى نخصص له موضوع، واعتراء وسعي الكنائس الى نشر الرذيله في مصر. ايوه ده موضوع اخر. احنا يعني الموضوعات لا تتشعب من ممكن نخصص له حلقه اخرى. ده باعترافاتهم، مش احنا، مش انا اللي بقول. انا صدمت والله زي ما انت صدمت. لا انا مش صدمت، انا يعني مكسوف. انت مكسوف. نشوف الفيديو بدل ما نتشعب. لا مره طلعت لي الكنيسه نشوف فيديو بيدعي صابر انه الكنيسه كانت ما تشوش براسها. ده البابا تودرس بيقول. انا بصدقه، انت ما بتصدقوش، انت مشكلتك، انما انا بصدق العسكر والكنيسه. هنشوف الفيديو ده ونرجع تاني. وهذا ما لم يحدث في اللجنة بما انها كانت سرية، بما انها كانت مغلقة والناس والشعب لم يعرف شيء، فاذا الحوار المجتمعي غائب، وانت حضرتك هتسلم المشروع للرئيس بدون ما الناس يطرح على الشعب. الشعب كان على اطلاع بكل التقارير. كيف؟ وما انتم كيف نقلتوا الى الشعب. اذا كنا احنا الصحفيين ما كناش على اطلاع. وازاي بقى حضرتك اذا كنا احنا اصلا ما كناش اكثر المطلعين. حضرتك ايضا التقيت بخصوص الدستور بقى بالسيد عمرو موسى رئيس لجنه اعداد الدستور في اجتماع خاص. الدستور ده عامل زي الجنين اللي بيتكون، لازم يبقى مخفي على العين فتره. هيقعدوا 60 يوم عمل يناقشوا الدستور، المفروض لا ينطقوا بأي تصريح صحفي. للمرة الثانية أو الثالثة أو العشرة، وعد زي ما أنت عايز تعد، صابر بيثبت إنه الكنيسة كانت وراء الدستور. أيوة حضرتك، أدي البابا توادرس بيقول هذا الدستور ماله بقى؟ يجب أن يكون مخفيا عن العين. ده نفس الكلام. عين من؟ عين الشعب المصري المسلم. ال 95% مسلمين في مصر. انت بتدخلها في مسلمين؟ ما بدخلهاش. لا بتدخلها. لا هو الراجل لا ايه العلاقه؟ هو الراجل مثقف. لا ايه او مثقف. راجل السيس قاعد في الكنيسه
ايوه وقابل عمرو موسى ايوه وقال له الدستور يكون مخفي. أيوة. مخفي عن من؟ ايوه عن الشعب. امال مخفى عن مين؟ هو الدستور بيتعمل من طيب بس ما تدخلش المسلمين في القصه. لا بدخل المسلمين في القصه بقى؟ لانه المقصود منه المسلمين حضرتك. طب ما الشعب ده فيه مسيحيين. الشعب ده 5% منه مسيحيين. هويه الشعب وفقا لغالبيه 15 السكان. 15 شوف احنا مش عاوزين نخش في جدال الاحصائيات، ولكن حتى لو نص في المية مسيحيين هم الذين يحكمون مصر. طيب اليهود في امريكا ما يجيش 1%. طيب انت عايز لكنهم يحكمون امريكا. انت عايز تقول ان هو بيخبي ده عن الشعب عشان الشعب ما يكتشفش موضوع الزنا، ما يكتشفش موضوع. هو الشعب انت متخيل الشعب المصري لو في موضوع الزنا هياخد باله اصلا وده ينبسط؟ ما هو اذا الامور اتحدث فيها مناقشات الشعب ياخد باله. أيوه. هياخد باله حذف مثلا المواد الخاصه بالشريعه الاسلاميه، خاصه بالوقف الاسلامي. يعني فكره الخفاء دي كانت فكره البابا توادرس. فكره توادرس. ومنها حذف الوقف الاسلامي عشان المسلمين ما يبقاش عندهم جماعات خيريه، والكنيسه هي بس بتقعد تنصر وتعمل جماعات خيريه. امال ده موضوع اخر، في موضوع خاص بالتنصير والوقف. دستور 2012 الذي وضعه الشعب يا استاذ محمد، الناس بتقول خطا وضعه الاخوان اللي حطوا دستور ولا حطوا بتاع. ده دستور وضعه الشعب وكان علنيا. طيب. ده دستور كان يسمح للشعب ان يكون علمانيا او اسلاميا. قدامنا دقيقه واحده. طب نخش في الاخ السادات. في عند حضرتك في السفير الامريكي وزاره السادات. السفير الامريكي ده هنشوف السفير الامريكي ازاي هو اللي رتب زيارته السادات للقدس دون معرفه مدير مكتبه ولا رئيس الديوان بتاع الجمهوريه. بس انت ملاحظ حاجه انت ما طلعتش حاجه على حسني مبارك لحد دلوقتي. ما حسني مبارك، ما انا جبت حق في احمد الحبيب العدل في عهد حسني مبارك، وجبت حق احمد نظيف في عهد حسني مبارك، وفرانك ويزنر في عهد حسني مبارك، واحمد عز في عهد حسني مبارك. ماشي. ده مش عايز اخشك في باقي المجالات على فكره، يحدث في الزراعه هذا ويحدث في الصناعه طيب. هذا. نشوف بس السادات، نشوف السادات الاول، نشوف السادات ماله السادات بقى. ده مدير مكتب السادات بيقول لك احنا طبعا اعلام العسكر هيأ لنا واوهمنا ان السادات طلع باغت العالم وفاجأ اسرائيل، انا جاي عندكم بكره. طبعا هذا كذب. ده السفير الامريكي طيب. اللي كان مرتب كل حاجه. طيب نشوف الفيديو. وحتى مجلس الوزراء ما يعرفش، ومدير مكتب السادات كله ماشي نشوف الفيديو. وقال لهم يا شويه حمير السادات. اسمع هو بيقول على كل اللي معاه شويه حمير. طيب نشوف الفيديو ده بتاع السادات اللي هو الفريق واللواء والبتاع، وكل واحد عامل لي فيها ذكر، وكان قدام السادات بيقول لهم يا حمير سكتوا زي الكلاب. فبتقول له طه عايزك يا ريس، فقال لي عايز ايه؟ قلت له يا فندم سيادتك امرتنا ان احنا نروح القدس واحنا مش فاهمين. قال مين اللي معاك في المكتب؟ قلت له السيد حسن كامل والسيد فريق الماحي وفوزي السيد فوزي عبد الحافظ وانا. قال يعني الاربعه الكبار اللي بيشتغلوا معايا. قلت له ايوه يا فندم. حتى قال كلمه كده، قال يعني الاربع حمير الكبار اللي بيشتغلوا معايا، وضحك. فقلت له مظبوط يا فندم. فقال طيب روحوا اتصلوا بايلتس. كان وقتها السفير الامريكاني هنا في مصر اسمه هيرمان ايلتس. الأستاذ صابر بيقول إن البابا توادرس كان ورا إن الشعب ما يعرفش حاجة، بدعوى إن الشعب ممكن يزعل على، وطبعا الشعب المصري 3/4 الحقيقة ممكن يتضايق من المواد اللي جت في الدستور، بس مش يعمل حاجة يعني. من الفاعل؟ طيب في عندك حاجة عشان الوقت فيه. أنا دقيقة. حاضر. طيب في عندك حاجة اسمها أمريكا تعزل وزير الدفاع الجمصي. عندك دي يا خالد بسرعة ولا مش عندك؟ عندك برضه فيديو. لا هو واحد، ده دقيقة، هو واحد. طيب دقيقة. وعاوزين نجيب جمال عبد الناصر كان طرطور راخر. ما هو جمال عبد الناصر حضرتك لا عين حكومات ولا شال حكومات ولا كله دعوه بحاجه. ايوه وكاله امريكا بتفرض عليه الوزراء برضه. ايوه حضرتك ده كلام المخابرات في اعترافاتهم. طيب هات الفيديو اللي هو طلبه الاستاذ صابر. يعني هذه صفحه اسمها امريكا تعزل الجمصي، دي في مذكرات المشير الجمصي، قال فيها ان السادات قال له بعد اتفاق كامب ديفيد انا قررت تعزيلكم كلكم لان ده هات الورقه تستلزم هذا. الورقه قدام حضرتك اهي. في بعدها فيديو بس لا الورقه بس. الورقه اهي قدام حضرتك. بطرس غالي بيقول لك ايوه احنا جبنا اقرا الناس الورقه يا استاذ صابر. الورقه بتقول ان الجمصي في مذكراته، وزير دفاع السادات في مذكراته بيقول ان السادات قال له بناء اتفاقيه كامب ديفيد سيتم عزل حل مجلس الشعب. الورقه دي الاول مذكرات مين؟ الفريق المشير الجمصي. المشير الجمصي بيقول فيها لعرضها على عبد الناصر فقط، الفقره من اولها كده. لا معلش الورقه لا بتقول انه هي الورقه اللي قدامي حضرتك اهي. الورقه الثانيه دي تمام. بتقول انه ان السادات قال للجمصي انه اتفاقيه كامب ديفيد ايوه اتفاقيه وكان راي السادات ماشي ان اتفاقيه كامب ديفيد تستلزم عزل وزير الدفاع. طيب انا هقولها. وكان راي السادات كما ابداه لي بعد اسبوعين من توقيع هذه الاتفاقيه ان مصر تمر بمرحله جديده تتطلب تغيير شامل في مؤسسات واجهزه الدوله، ولذلك قرر تغيير الوزاره حينئذ وزاره ممدوح سالم التي كنت نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير الحربيه فيها،
ووزاره اخرى باختيار رئيس مجلس الشعب لمجلس الشعب حل الجديد، كل مؤسسات البلد وتغيير القياده عشان العسكريه إيه؟ واطلاق أمريكا. اسم وزاره ده. كما طلب المرحله الجديده اجراء مفاوضات مع اسرائيل لوضع كامب ديفيد. ده مين اللي طلب من الرئيس كده؟ السادات قال له بناء تحقيق كامب ديفيد هحل مجلس الشعب، هحل مجلس هقول لك حاجة طيب على خد بقى كفري، استنى بقى ده مش هاخد حاجه، انا مش هاخد حاجه في عهد جمال لا، لا، عبد مش هاخد حاجة. الناصر. انا خدت كتير قوي. انا اقول لك على حاجه، أيوة. انا هاجي لك كويس. أيوة. انا الاسبوع الجاي تيجي بقى تعرض بقيه الوثائق دي من اول اليوم بقى. حاضر. ما ينفعش تصالح 11 دي لسه في جمال عبد لازم من الناصر أول يوم. وفاروق وكل ده بلاوي. خلاص. لا خلاص، عشان يعني في واحد جاله شلل جوه. خلاص. هم بيقولوا سيسي حكم متغلب، انا بقول لهم لا حكم ولا تغلب. هو فين بس؟ لو حكم متغلب كنا نبقى معاه، انما ما فيش. هتقف مع ما فيش. ده انا اللي قلت ما فيش قبل كده. انت اللي قلت ما فيش، وأنت هو زي. مش موجود. وانت مش موجود. يعني الحلقه اللي فاتت كانت ما فيش. هاتوا اي واحد مش موجود يا أستاذ الحلقة محمد. مش موجود. هو راجل تلاقيه في غرزه ولا بتاع ولا طيب اذا انا بشكر حضرتك، والاسبوع الجاي يا استاذ صابر انت هتاكد لي انه المره اللي فاتت كان ما فيش، المره دي مش موجود. ناس يعني حتى جمال عبد الناصر حسبا بس لم يملك من امر نفسه شيئا. حسبا بس. الوحيد مرسي وهو يدفع الثمن انه خالف تعليمات الامريكان. طيب انا مضطر انهي الحلقه بسرعه. والذي دار بين مرسي واوباما لما رفض تعليمات اوباما وقفل السكه. متاكد جدا ان صابر هيتكلم وانا بنهي الحلقه جدا. بشكرك يا استاذ صابر بسرعه. لا خلاص، اشوفكم ان شاء الله يوم السبت الجاي في حلقه جديده، واوعدكم ان الاستاذ صابر مشهور يبقى معانا في حلقه ثانيه الاسبوع الجاي. سعدت بيكم الاسبوع ده. انا بشكر كل الناس اللي ساهمت في الحلقه على مدار الاسبوع، وبشكر اصدقائي المغاربه اللي صححوا لي، عماد ومصعب. بشكركم الى ان اراكم يوم السبت. تصبحوا على خير.